السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهو ده زغلول من اللي كنا بنتكلم عليهم. تمام، ده ابن شقلباز وشوية تراكيب تانيين برضو هنتكلم عليهم باستفاضة، بس مطلعين منه الايه، الشوشة. تمام، اللي هي بيسموها ايه في ليبيا الجمة، واحنا هنا بنسميها الكريست او الطفت، بس ده مش طفت، ده كريست كامل. تمام، والبرنيطة بتاعته وشراب اهو. تمام، عشان برضو ايه تبقى توثيق يعني للحمامة اللي انتجناها بفضل الله. تمام، وده اللي هو الريتش ألموند شقلباز. ده زغلول لسه خلاص بقى طلع الحمد لله، اللون ثبت. تمام، لو عايزين برضو نطلعهم اهو اللون كده ثبت. والشراب برضو طلع شراب ساكسون بس انا خرطه. تمام اهو، وفي اخواتهم تانيين بس مش بنفس الجمدان ده. اهو طالع اللون اهو، ريتش ريتش، وحجمه صغير عامل زي اليمام. وهنتكلم برضو الحمد لله، يعني ربنا عارف يعني ايه، ربنا عالم بالنية، وان الحاجات دي مفيش حاجة اسمها سر ولا الكلام ده. انا هتكلم انا عملت ايه بالظبط فيهم، ودخلت ايه عليهم، وطلعوا ازاي بالمنظر ده، وطلعوا ازاي بالاشكال دي، وطلع ازاي شقلباز يكون نفس اللون ده وطالع له كريست كده وشوشة وسمني وكل حاجة. تمام، دي كانت بداية الايه، قصدي دي نهاية الخلطة. بقى لها 3 سنين عمال شغال عليهم. تمام اهو، وطلع مش نفس الشراب، وده نفس شراب الساكسون، عشان بس ما حدش يقول ايه انت ما ثبتش الشراب اهو، ولسه في دم. عشان برضو الواحد يبقى كل واحد يبقى ايه عارف احنا بنتكلم على ايه. اهو الكريست اهو وطالع كامل، ودي حجمها صغير عامل زي اليمام، وشرابها نفس الكلام. تمام، هنجيب بقى اخواتهم، لان كان في ايه زي ما تقولوا معركة قبل ما يطلع دول. ماشي، طلع بقى منهم كتير، طلع منهم زغاليل سردة كتير، وطلع منهم حمام شراباته ضعيفة، لحد الحمد لله ما ثبتنا الحاجات دي كلها. تمام، هنجيب اخواتهم برضو تتفرجوا عليهم، عشان يبقوا ايه فرجة عن الاب والام والعيلة كلها، عشان نوثق يعني الايه ده حصل ازاي، والجدود جت ازاي، والحاجة جت ازاي. اول حاجة هنتكلم عليها اللي هو الخلطة دي. ما هو ايه دي حاجة، تمام، بس احنا لسه هندخلهم على بعض. دي حاجة، التدريبة بتاعت الشقلباز دي حاجة، ودي حاجة تانية خالص. دي خلطة ودي خلطة. ده اللي هو اللي طالع كريست، بس هم كلهم يعني ايه هيتمزجوا مع بعض بإذن الله عشان يطلعوا لنا حاجة كويسة. يعني اللون ده لو يثبت مع ده، مع نفس الكريست ونفس الحجم ونفس الشراب، هتطلع حمامية هتعمل مبلغ كبير، وهتكون ايه حمامية جامدة جامدة يعني. ماشي، هنتكلم من البداية احنا عملنا ايه. أول حاجة خالص جبت انتاية صفرة شقلباز، حلو. وبعد كده جبت ذكر يمني ريتش، لان انا لما قعدت قريت عن الحاجات دي كلها. ثواني بس احط الزغلول ده في حته. لما قعدت بحثت وشفت الليبيين كانوا بيدخلوا على حمام الشقلباز ايه عشان يطلعوا منه الالوانات اللي هي اللي زي كده، اللي هي الريتش والمبروس والحاجات دي كلها، مدخلين عليه اليمني. تمام، اليمني الريتش. فانا اول حاجه جبتها، جبت انتايه شقلباظيه صفراء، وبعد كده اديتها لذكر ريتش ألموند يمني. بدأوا يطلعوا حمام بيطلع انصاص كده، بيطلع انصاص شقلباز اهو. ده اللي بدأوا يعملوه، بيطلعوا حمام انصاص كده، مش زي ده شرابه كبير بس انا خرطه عشان بيفرخ. اول حاجه طلعوا الذكر ده، وكان ايه حجمه كبير وبيطلع شراب انصاص كده. قعدت بقى ايه، طلع منه ذكر وطلعت منه انتايه، طلع منه ذكر وطلع منه انتايه، طلع منه ذكر وطلع منه انتايه. قعدت اجوزهم لبعض لحد ما راحوا ايه مثبتين الذكر ده. الذكر ده بقى موجود، وبقى هو العصب وهو العمود اللي موجود اللي موجود فيهم. تمام، بدأت كل شوية ان انا ادخله، بص برضو الشرائط الدل، بدأت ان انا كل شوية اظبطه وادخله على الايه، على الحمام التاني اللي هو اخواته اللي طلعوا منه، عشان اظبط الشراب. بقى كل ما تطلع حتتين شرابهم تقيل اقوم مجوزهم لبعض، وكل ما تطلع حتتين شرابهم تقيل اقوم مجوزهم لبعض. تمام،
لحد راحوا مطلعوا الحمام اللي بالكم منه ده، واللون ثبت والشراب ثبت، اللي هو بتاع الشقلباز، واللون بتاع الريتش ألموند اللي انا صاحبه اصلا من اليمني. تمام. جت بعديها بفتره ببص طلع برضو عندهم هوجه، لانها تبع السوق بتاع ليبيا وتركيا والبلاد اللي هي بتاعت اللي بره دي، يعني بشوفهم بيبيعوا ايه وبتفرج على المزادات بتاعتهم والحاجات دي. بقيت عمال متابع الايه المزادات والحاجات بتاعتهم دي، لقيتهم بيطلعوا ان هو الريتش ده وبيعمل اسعار كبيره جدا جدا قوي عندهم. وبعديها بفتره بدا يظهر عندهم، لان هم كل فتره بيطلعوا حاجه جديده. يعني هنا في مصر مش عارف ماشيين محلك سر، لا في تطور ولا في حاجه بنشوفها، بس يلا ما علينا يعني. لقيتهم بداوا يطلعوا اللي هو الشقلباز، اللي هو بيكون طالع له كريست، دخلوا عليه اللي هو الحمامية اللي اسمها الشرشلي او التكلة. انا بصراحة مش فاهم فيها جامد، مش يعني مش متخصص جامد في التكلة والشرشلي والكلام ده، بس باذن الله انا هنقعد نقرا عنهم برضو شوية. تمام. علشان اخليهم، رحت جبت ذكر تكلة واديته لنتايه صفرة شقلباز، قعدوا برضو كل شوية ايه يهنبكوا ويطلعوا لي حمام من غير برضو كريست، وبعد كده طلع بكريست. دي ايه اللي كانت الخلطة كانت ماشية ازاي. وبعد كده الحمام اللي طلع بكريست ده بدأت يتجوزوا لبعض. تمام. اهم. دي بقى الخلطة بتاعت الحمام اللي ليه كريست. تمام. حمامية شقلباز اهي وطالع لها الكريست. تمام. والله ده شغل كذا سنة وتعب. واهي حمامية برضك شقلباز تانية اهي وطالع لها كريست. تمام. وهي حمامية شقلبازية تالتة هي بس مخروطة وطالع لها كريست. لما دخلت الذكر الشرشلي اللي بقول لكم عليه اللي كريست على الشقلبازيات، بدأوا يطلعوا الايه الحاجات دي. ده ابوهم بس طالع من غير كريست، وشرابه شراب ساكسون، وهو ايه كله ساكسون في ساكسون. انا المفروض يعني انا ما قريتش الحاجات دي واطلع لكم المنتج النهائي، بس انا بعمل كده علشان لو في حد عايز يجرب القصه دي، لان الحمام ده غالي وانا هبيعه غالي، ومش هنزل في اسعاره عن اي حاجه، لان ده تعب وكلفه. وشوف كام زغلول مات وكام زغلول عاش وكام سنه الحمام قاعد يصرف عليه، قصه يعني كده. فانا مش هفرط فيهم بسهوله، فاللي عايز يعملها مع نفسه كده يبدا يشتغل فيها. فانا عامله بوري التفاصيل عشان الحاجه تطلع كده. ده ذكر شايل جين الكريست وشراب الشقلباز، عشان كده بدأ يطلع الحاجات دي ومطلع لي الشقلبازيات بالمنظر ده. تمام. ده من بعد ما جوزنا التكله اللي هو الشرشلي. هنجيب لكم الام تتفرجوا عليها والاب برضه. دي اللي هي التكله. بدات ادخلهم بقى على الشقلبازيات وشويه من الريتش اللي طلعوا، فبداوا برضه يطلعوا الوان كويسه، والوان اللي هي فيها النقشات واللي هي تبقى طالعه فيها زي الاسترالات الدباني والحاجات دي، بس مطلعين الكريست. بعد ما دخلنا ده على ده كله كده ثبتت معانا والحمد لله. بعد ما دخلناهم على الشقلبازيات عشان عايزين نطلع احنا شراب بطرطور وبرنيطه وكريست اهو، طلعوا حتتين وشراباتهم شرابات شقلباز والواناتهم الوانات شقلباز، بس لسه احنا عايزين بقى ندخل عليهم الريتش ألموند. تمام. اول ما يبدا يدخل عليهم لسه يعني الخلطه ما خلصتش، بس احنا كده وصلنا لايه مثلا الحلقه اللي قبل الاخيره زي ما بيقولوا يعني. والحمد لله طالما دول سبتوا كده يبقى هيبداوا ان هم يطلعوا ويشتغلوا على الوضع ده. ودي كانت الايه الخلطه كلها من بدايتها لنهايتها. اخر بقى حاجه في الحلقه علشان ايه نخلص الكلام عن الموضوع بتاع تركيب الالوان والريتشات والحاجات دي. ده زغلول طالع شقلباز، بس انا عمال اقصه لان شرابه غبي، شرابه غبي يعني. طالع ريتش ألموند. تمام. وكل حاجه فيه مظبوطه والواناته مظبوطه وهو كل في حاجه كويسه. اخر حلقه واخر حاجه هتوصل ان دول يتجوزوا بعض، تطلع التدابير الخضراء في الرقبه الصفراء دي، ويطلع بيبقى كله منقرش وطالع له كريست وايه وطرطور اهو. ونبقى احنا كده خلصنا وعملنا منهم بيت ثابت اهو، وعملنا منهم بيت ثابت، بيت شقلبازيات ريتش ألموند، واللي هو الايه شقلباز بكريست وطرطور وشراب. يبقى كده بقى كامل مطقم من كل حاجه
وانا الحمد لله يعني شغال عليهم وبحب التطوير، ما بحبش ان انا مثلا اقعد افرخ اصفر فاصفر فاصفر واسود في اسود في اسود واحمر في احمر، والشغلانه دي لا عادي. زي ما كل شويه بتطلع موضه وتطلع حاجه جديده، لازم برضو نطور فيها ون ايه، وندخل عليهم حمام. وكل الخليج وكل العالم وكل بتوع المانيا وبولونيا وبولندا، لو حد بيقعد يتفرج على الحاجات دي كلهم شغالين على الالوان والخلاجه كلهم شغالين مثلا على اسمه البخاره الريتش الموند، ومطلعين النفاخ الريتش الموند، والدنيا كلها شغاله على الالوان هنا. وهتشوف ناس هيقعدوا يكتبوا لك على الكومنتات، هيقول لك انت ليه ما بتثبتش الوان، انت كده هتبوظ اللون وكده. هتسمعوا انتوا الكلام ده لسه، عارف ان كل ده يحصل. اهو الحمد لله تعبنا عليهم والحمد لله طلعوا، ودعواتكم لنا بالبركه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.